مساء الخير، معكم مينا اسكندر من شركة فال التجارة العقارية. اليوم عندنا شقة 4 غرف وصالة، إطلالة جميلة جدا موجودة في منطقة يواشك باشيسكلا إزمت. طبعا الشقة بتيجي دوبلكس 4 غرف مع 5 حمامات، كل الغرف ماستر بالإضافة إن في حمام للضيوف. طبعا احنا هنا بنصور من عند الصالة، واللي قدامنا ده كله منظر طبيعي هندخل نشوفه. خلينا نبدأ من البلكونة. طبعا البلكونة مساحتها كبيرة جدا نفس ما مبين في الفيديو معانا، كمان ممتدة عندنا لجهة المطبخ. يعني احنا هنا عندنا المطبخ ده دي شكل الإطلالة. إطلالة جميلة، طبعا الإطلالة هتفضل مفتوحة بالكامل، شايفة المناظر الطبيعية كلها وشايفة منطقة سد يواجك بالشكل ده كده. طبعا الشقة بتيجي عكسية، يعني احنا هنا عندنا صالة مع غرفة مع مطبخ وحمام، تحت من الجهة التانية بيكون عندنا باقي الغرف اللي هما بيكونوا 3 غرف ماستر مع حديقة خلفية. طبعا خلينا نشوف توزيعة الشقة. احنا هنا عندنا مدخل باب الشقة، هنا عندنا المطبخ، هنا الصالة، هنا حمام للضيوف، هنا غرفة في الدور اللي فوق تنفع غرفة ضيوف أو غرفة لكبار السن، وتحت عندنا 3 غرف ماستر زي ما قلت. طبعا الصالة بتكون بالشكل ده كده مع البلكونة شفناها قبل شوية. هنا عندنا المطبخ، مطبخ مساحته كبيرة. طبعا البلكونة بتاعت المطبخ فيها كونكشن مع البلكونة بتاعت الصالة بالشكل ده. مطبخ مساحته كبيرة. طبعا الميزة في الشقة ان هي بتيجي تدفئة أرضية، تمديدات المكيف كلها موجودة زي ما احنا شايفين هنا في الجزء ده، موجودة في الصالة مع الغرف. هنا عندنا حمام الضيوف بيكون بالشكل ده كده. طبعا كل الحمامات عزكم الله موجود في عندنا الشطاف. هنا عندنا خزانة بتيجي بيلت ان في الطوفة. هنا عندنا الغرفة اللي فوق تكون بالشكل ده كده مع إطلالة جميلة على الطبيعة. وعندنا هنا حمام الغرفة الماستر يكون بالشكل ده كده. هننزل تحت. طبعا احنا نزلنا هنا من درج السلم، عندنا هنا غرفة ماستر، عندنا الجزء ده للغسالة والنشافة فيها التمديدات طبعا المية. عندنا هنا الغرفة الثالثة، وعندنا هنا الغرفة الرابعة، وطبعا هنا مخزن. خلونا نبدأ من الجهة اللي هنا، دي الغرفة الأولى. الغرفة الأولى بيجي معاها حمام بالشكل ده، وطبعا دي شكل الغرفة. طبعا كل الغرف اللي احنا فيها نقدر نطلع منها على الحديقة بتاعة الشقة زي ما اتفقنا ان موجود كل غرفة فيها التمديد الخاص بيها. هنا المخزن، مقابل المخزن عندنا الغرفة الثالثة، دي أكبر غرفة تقريبا، بيكون فيها الحمام بالشكل ده كده. وطبعا دي مساحة الغرفة مساحتها كبيرة ونقدر نطلع منها على الحديقة. هنا عندنا الغرفة الرابعة والأخيرة، حمام الغرفة بالشكل ده، دي شكل الغرفة. هنا هنطلع على الحديقة. خلينا نشوف الحديقة تفاصيلها تبدأ من فين وتنتهي فين. تبدأ من هنا، يعني الجزء ده كله خاص بالشقة. هنا الغرفة الخاصة بالشقة، الجدار ده مكمل معانا من هنا. هنا عندنا تراس أرضي، هنا الغرفة الكبيرة الرئيسية، وهنا الحديقة تكمل معانا. حديقة مساحتها كويسة جدا جدا. كل الجزء اللي احنا شايفينه ده خاص بالشقة. طبعا لحد الشجر الصغير اللي هناك ده، كل دي حديقة الشقة. حديقة مساحتها كبيرة زي ما شايفين في الفيديو بالشكل ده كده.
الميزه كمان ان المباني اللي قدامنا دي او مواقع الانشاءات دي خاصه بالمشروع، فمجرد ما هيتسلم المشروع بشكل نهائي كل اللي احنا شايفينه ده هيتشال، فتبقى الاطلاله مفتوحه على الجبل. وهنا عندنا طبعا شارع، فالاطلاله بتكون جميله جدا.